نقول لكم الحق، راه اللي ما كيدخلش للزريبة د الخرفان من الباب ولكن كيطلع عليها من موضع آخر، هذاك راه سراق وشفار. واللي كيدخل من الباب راه هو السراح ديال الخرفان، هذا لمن كيحل عساس الباب والخرفان كيسمعوا الصوت ديالو وكيعيط على الخرفان ديالو بسمياتهم وكيخرجهم. وملي كيخرج كاع الخرفان ديالو كيمشي قدامهم وهما كيتبعوه، على حقاش كيعرفوا صوته وما عمرهم غيتبعوا البراني ولكن غيهربوا منه، حيت ما كيعرفوش الصوت ديال البرانيين. قال لهم يسوع هذا المثال ولكن هما ما فهموش اش كان كيقول. وقال لهم يسوع تاني، نقول لكم الحق، راه انا هو باب الخرفان. كاع هادوك اللي جاو قبل مني راهم سراقه وشفاره ولكن الخرفان ما سمعوش ليهم. انا هو الباب، الا دخل مني شي واحد غينجا وغيدخل وغيخرج وغيلقى فين يسرح. الشفار ما كيجي غير باش يسرق ويقتل ويخرب، ولكن انا جيت باش تكون عندهم حياة فايضة بالخير. انا هو الراعي المزيان، والراعي المزيان كيوهب حياته على قبل الخرفان. ولكن الخدام اللي مكري وماشي هو الراعي والخرفان ماشي ديالو، غير كيشوف الديب جاي كيسمح في الخرفان وكيهرب، وهكا كيخطف الديب الخرفان وكيشتتهم. الخدام المكري كيهرب حيت هو غير مكري وما كيديهاش في الخرفان. انا هو الراعي المزيان، وكنعرف خرفاني وخرفاني كيعرفوني، كما الاب كيعرفني وانا كنعرف الاب. وانا كنوهب حياتي على قبل خرفاني، وعندي خرفان اخرين ما هماش من هاد الزريبه، خاصني نجيبهم حتى هما وغيسمعوا صوتي، وغيوليو قطعه وحده عندها راعي واحد. على هاد الشي كيبغيني الاب، على حقاش كنوهب حياتي باش نرجعها تاني. حتى شي واحد ما كياخدها مني، ولكن كنوهبها بخاطري حيت عندي السلطه باش نوهبها وعندي السلطه باش نرجعها، والاب هو اللي عطاني هاد الوصيه.